بصوا يا اخوانا، عاوزين نتعود ان كل مشاكلنا ننزلها بالله. يعني الواد مضايقني وقاعد يتنطط طول النهار وقرفني، قوم صلي ركعتين واحتسب الركعتين دول ان انا بزيد في العمل الصالح عشان يتهدي الواد ده. واقول له يا رب الواد بيتنطط كده ومعمول يعني اصلحه. يعني اقول لربنا على الولد؟ لا، ده السلف بيقول لك ايه؟ بعض السلف بيقول والله اني لاسال الله في علف حماري. انت متصور واخد بالك من الحكايه دي؟ ده من تمام التوحيد. يعني اقول لربنا يا رب انا دباتي جوه اللي بتحملني ما فيهاش، يعني اذا بقى العربيه لما تبوظ انا ممكن اشتكي لربنا الكلام ده؟ ايوه ايوه فعلا. طب ما انت هتشتكي لمين؟ نفكر احنا لينا حد الا ربنا؟ طب انت معتقد ان في حد احن عليك من ربنا؟ والله العظيم ما في. ده انت بص، مهما حصل، مهما كان حد من قريب منك وحنين عليك وبتاع، بيبدا يضجر منك. الذي لا يمل من دعائك ولا يمل من نعمائه عليك هو، بل يحب ان تساله. انك ان تشكو بني ادم فانما تشكو الرحيم الى من لا يرحمه. بقول له الظروف والحكايه، طب بتقول لي ابن ادم ليه؟ ده مش هيرحمك. اللي بيرحمك اللي المفروض تقول له تشكو له ده. فانزل به، قول له كل مشاكلك، قول له كده، فقول له يا رب هب لي